to defend your title tomorrow night against Conor McGregor? Hey, first of all, I want to say Alhamdulillah, God gave me everything. Alhamdulillah, I know you don't like this. Alhamdulillah, tomorrow night I'm gonna smash your boy, guys. So I choose to follow the Islamic path because I've never saw so much love. I never saw so many people hugging each other, kissing each other, praying 5 times a day. I chose the Islamic path because it connected me. هو ليه كونر ماكراجر مش قادر يخرج حبيب من دماغه خالص لدرجه انه بيطلع يستفزه بالكلام بتويتر حتى وقتنا هذا، ولكن حبيب مش معبره اصلا، لان هو ده اللي حبيب قاله له قبل المباراه بتاعتهم، انك بالنهايه شغلك الشاغل هيكون هو السوشيال ميديا فقط، وقد كان. ولكن ليه حبيب حتى الان بيتهموه باهانه السيدات؟ الراجل حتى بعد ما اعتزل مازال طالع ترند، الكل مش سايبه في حاله، بقى الاشهر على مستوى العالم كلاعب الكوره. ده هو المقاتل حبيب نورماجوميدوف، مقاتل ما خسرش ولا مباراه، ما استسلمش تحت اي ضغط، قدر يخرس مقاتلين كتير جدا بدون ولا كلمه. فايه سر الراجل دون؟ ليه قوي قوي كده؟ وليه بيقولوا عنه مهين السيدات؟ والاهم من كل دون، مين اللي ورا قوته اصلا بعد ربنا؟ مين اللي سخره ربنا لحمايه هذا الولد وتشجيعه؟ وازاي قدر يحول كره الغرب ليه لمحبه مستمره حتى وقتنا هذا، لدرجه انهم لقبوه بالنسر، بالاسطوره؟ فالراجل ده عمل ايه بالظبط ليهم عشان يعملوا معاه كده؟ وليه حتى الان برضه لسه ليه منتقدين؟ Tomorrow night I'm gonna smash your boy, guys. ولكن الاهم من كل دون، ازاي جاب الجرأة انه يقف وسط الغرب ويقول لهم انا عارف انكم بتكرهوا تسمعوا الكلمة دي، ولكن هقولها. الحمد لله. خليني اخدك لرحلة جميلة جدا تعرفك مين هو حبيب اللي انت ما تعرفوش كويس. Brotherhoods, team brotherhoods. These Dagestan brothers have been by each other's sides since childhood, and no matter the outcome of anything in life, they are bonded by faith and purpose. حبيب عزيز المشاهد ما كانش طفل مرفه زينا، يعني ما كانش بيلعب كهربا وشد الكوبس والكلام دون، بل كان بيصارع الدببه، ايوه زي ما بقول لك. لا، وفي فيديوهات موثقه للعب معاهم، وما كانش بيلعبهم زي القطط، ده كان بيقاتلهم كانهم مصارعين، اي نعم بشكل ودي، ولكن في الاول وفي الاخر ده حيوان لا يفقه شيء. فمين الاب اللي يحط ابنه يصارع دببه زي كده؟ انا عاوز اقول لك انها وصلت لدرجه ان حبيب قال لابوه في احد لقاءاته مع الدببه يا والدي ده بيعضني، فما كان من والده الا انه قال له وانت كمان عضه زي ما عضك. And when father put me with put me wrestling with bear, when I told him, hey, this bear tried to bite me, and I remember when he told me like, bite him back, no problem. في سياق اخر بيعلموا ان اللي عضه، اللي ضربك اضربه، اللي يهينك ما تهنهوش، لان دي مش اخلاقنا كمسلمين. امال يا ابويا اعمل له ايه؟ اخرسه يا حبيب قلب ابوك. وده عزيزي المشاهد هو والد حبيب الجميل عبد المناف نور محمدوف رحمه الله عليه، والده اللي رسم الطريق الكامل للمسلمين داخل UFC، بل هو اللي ورا تربيه حبيب السليمه، مسلم حقيقي مش بتوع اليومين دول، هو مدربه ومعلمه وقدوته، هو مصدر قوته، هو حبيبه. عزيزي المشاهد من كتر حب حبيب لوالده انا بكيت يوم بكاء حبيب عليه وسجوده داخل الحلبه في اخر نزال ليه، حقه، الراجل ابوه مات، ابوه الاول نزال في حياته ما يكونش معاه فيه، انا بكيت بحرقه وقتها لاني عارف قيمة الأب. وكده انا عرفتك النظام اللي كان بيتبعه ابوه معاه في تربيته، فدلوقتي هعرفك اشياء اخرى ما تعرفهاش عن حبيب، زي ايه هي سر عداوته اصلا مع ماكراجر، وازاي اصلا قدر يخرسه في الوقت اللي ماكراجر يعتبر اصلا اكتر مقاتل بالتاريخ كلامانجي، بل ما فيش حد يعرف يقف قصاده في محادثات كلاميه. كل ده هحكيهولك النهارده بالترتيب، واتمنى فعلا تستفاد من الحلقه دي. عايز اقول لك ان في قريه منعزله عن العالم اسمها السيلدي نشأ حبيب وغيره كتير من مسلمين MMA. الحياه هناك قاسيه لكنها قابله للحياه، عباره عن سلسله من الجبال، بوسطها قريه صغيره بيسكنها ناس طيبين جدا، حياتهم بدائيه جدا، مفيش بنيه تحتيه قويه اصلا، ومواردهم محدوده، حتى مفيش وسائل ترفيهيه ولا حتى مطاعم ولا مولات ولا حتى طرق سهله، ولكن ده بدا يتحسن دلوقتي بسبب حبيب وغيره من المصارعين اللي بداوا يحطوا دولتهم على الخريطه، بل يحسنوا منها كمان. ولكن انا دلوقتي بكلمك عن حبيب في بدايته، في طفولته. عايز اقول لك ان حتى التكنولوجيا عندهم مش منتشره زي عندنا دلوقتي، حياتهم عباره عن الزراعه والرياضه والمسجد.
الرياضة عندهم خصوصا المصارعة مش مجرد هواية، بل هي واجب على الشباب. قريتهم فقيرة لكن أهم شيء عندهم هي الكرامة وعزة النفس، دول صفات فوق كل شيء. وده زير في رسالة حبيب لكونر لما رد على إهانته بتربيته السليمة. حبيب قال له الفلوس بتروح وتيجي يا حبيبي، لكن الكرامة ما بترجعش تاني، واللي هيتفضلك بعد المباراة هو كاريرك بتويتر. وقد كان حاليا بيطلع يعمل زي البغبغان على تويتر. فهي دي قرية حبيب، وهي دي ثقافتهم اللي هو اتربى عليها. شاب سني متبع للمذهب الشافعي، احيانا بيقيم الصلاه بالمسجد كامام، مواظب على ال5 صلوات في مواعيدهم. احيانا لما بشوفه بحسه من نسل صحابه النبي عليه افضل الصلاه والسلام. شخص تقي وبيخاف الله، قوي ويقدر يقول كلمه الحق في اي مكان حتى ولو في عقر الشيطان. الحمد لله. بيحمد ربنا وبيشكر فضله دايما، عكس شباب وقتنا خلونا نفتقد روح الدين وشكله. ولكن حبيبه وغيره اثبتوا ان لسه في شباب بنفس خلق وتربيه صحابه النبي عليهم رضوان الله. ولكن في بعض الناس كانت بتسال يا اخي مسلمين ايه ومش مسلمين ايه؟ دول بيلعبوا ملاكمه وقتالات مختلطه وغيره من اذيه البشر، هذه العاب حرام في حرام. عاوز اقول لك اني مش فقيه بالدين وما اقدرش احرم ولا احلل، لكن من خلال مشاهدتي لمنظمه UFC والمسلمين داخل MMA بشكل عام، عمري ما شفت قتال لمسلم ضد مسلم. اتمنى رسالتي تكون وصلت لك. حتى لما بيدخلوا ضد الغرب، عايز اقول لك ان هم بيتبعوا نهج الرسول عليه الصلاه والسلام. هتقول لي ازاي؟ دي قتالات مختلطه، يعني قوانين واسس، وغير كده الغرب هم اللي منظمينها. يعني لو اخوك نفسه بالاتحاد ممكن ينظموا لكم فايت ضد بعض عشان يستفادوا من وراكم. فازاي مسلمين داغستان ما بيواجهوش بعض؟ اقول لك ربطه الاخوه، القيم العائليه اللي بينهم. فعلى العكس تماما مقاتلين داغستان كلهم كالعائله فعلا، اتربوا سوا وكانوا بيصلوا سوا وكانوا بيتدربوا سوا. فنادرا لو شفت ليهم قتال ضد بعض، انا عمري ما شفته اصلا. وده كان رد على تحريم رياضه القتالات المختلطه. هيطلع لي حد من تحت الارض ويقول لي يعني هي حلال ضد الغرب وحرام ضد المسلمين؟ انت فاهم انت بتقول ايه؟ هقول لك ان حبيب نفسه طلع وقال لك ان الرياضه حرام، وده لان رسولنا الكريم حرم الضرب في الوش، ولكنه هو كمسلم كان بيتجنب كل الاشياء دي باشتى الطرق. يعني كان بيلعب ارضي. وعلى فكره الغرب بينتقدوا لعب المسلمين الداغستانيين، هقول لك لانهم بيلعبوا ارضي، بيلعبوا على انهم يخلوك تستسلم. لعبهم ممل، ولكن هو ده الصح. So were there any concerns about UFC being haram, and is that why you left? To smashing face people is not good things. I'm just normal human being, you know. Sometimes smash people. This is, but it's. I don't agree with people who can punch face, you know. That's why I prefer like choke wrestling. Sometimes when I can, I don't punish my opponents, you know. Even when I beat them, I was talking with them. I just say, hey, please, you have to stop. I don't wanna hurt you, you know. حبيب مش داخل يورم لك وشك. هتقول لي مع انه عملها، هقول لك عملها مع اللي يستاهل ده. كونر ماكراجر كان حلال اصلا فيه ان هو يخش قدامه، ولكنه هو طلع واعترف ان فعلا اللعبه حرام، محرمه عندنا ان انت تضرب حد في وشه، لكن هو كان بيلعبها بالطريقه المحلله، انه يخليك تستسلم. لدرجه ان حبيب كان بيروح للاعيبه بيقول لهم ارجوكم استسلموا بقى، لكنهم ما بيستسلموش وبياخدوا الموضوع من اسوأ لاسوأ بانهم يضربوا حبيب اكتر، فبيضطر يدافع عن نفسه. حبيب كان الشراره اللي اطلقت وراها صافره الهجوم، صافره النصر، اللي من بعده اطلق العنان لكل مقاتلي داغستان، بالانضمام طبعا للMMA بدون اي خوف. بل كان هو اول الناس اللي عانت من ظلم الاتحاد بسبب افعاله الاخلاقيه ومواقفه الانسانيه. ظل ينتقده الغرب لسنين طويله، ولكن سابر وكمل، وقالوا عنه انه مهين للنساء. حبيب ما ردش، بل خلاهم يردوا بنفسهم على نفسهم. في البدايه ما كانش حد بيقرا ولا بيشوف ليه حبيب بيعمل كده، ليه بيرفض يسلم على النساء، واكتفوا فقط بانهم يوصفوه بالمسلم القذر واهانوه باهانات اخرى كمان. ومش بس ليه، بل حتى للمسلمين. وكل ده كان لسه ما واجهش اصلا كونر، ولكن بعد مشكلته مع كونر النار ازدادت عليه اكتر. فكونر محبوب جدا مع انه شخص كريه، تعامل مع حبيب بكل وقاحه وقله ادب. كان بيعلق له على تويتر باهانات قذره، وحتى اهان زوجته يوم زفافها، قال له بالنص كده ما هزين من شافها، بيتريق عليها وعلى اللبس بتاعها. حبيب ما ردش الاهانه باهانه زي ما علمه والده، لانه مسلم قوي. فازاي اصلا هتقدر تكسر مسلم ما بيخافش غير من ربه؟ طب ايه هو راي الناس عن حبيب وعدم مصافحته للنساء؟ زي ما قلت لك اهانوه، لكن بعد ماتش كونر الكل قرأ وتفقد، وتسبب حبيب في ازدهار دوله فقيره صغيره اسمها داغستان على الخريطه من تاني. اصبح محبوب، بل ربنا خلى
خلى مقاتلين نساء يطلعوا بنفسهم يدافعوا عن حبيب، فكانوا دايما واخدين صوره نمطيه وحشه عن المسلم، انه بيتجوز 4 وبيذل المراه وبيحجبها غصب عنها وغير محترم معاها. لكن بعد الفايت الناس بدات تسال ليه ما بيصافحش النساء، لحد ما طلعت احد المقاتلات واللي تعتبر هي احد النساء اللي حبيب رفض يسلم عليها. المقاتله دي بحثت وقرأت عشان تعرف ليه حبيب عمل معاها كده. هتقولي ليه بحثت؟ هقول لك لان من جوه نفسها خافت يكون هو كارهها، مش خوف عشان هو حبيب، بل خافت لان طالما ده بيكرهها يبقى كل المسلمين كارهينها ايضا، والمسلمين كده ماشيين غلط. ولكن انصدمت من اللي عرفته، فبعد القراءه عرفت ان المسلمين بيحترموا الانثى جدا، بل بيرفضوا يلمسوا ايديهم حفاظا على نفسهم من الشهوات، واحتراما للنساء من نفسهم، بل احتراما لرجالتهم كمان. وهنا ايقنت ان عدم مصافحه حبيب ليها ما كانش كره بل احترام ليها، لحد ما حصلت اخر وقعه واللي كانت من قريب على فكره، وخلت كونر يحاول يعمل مشاكل مع حبيب من تاني. Wow. How are you guys? You okay? Legends here. How are you, sir? Nice to meet you. Welcome to the show. في نهايه الشامبيونز ليج حبيب كان هناك وكان معاه سبيد وكان مذيع اخر، وضمن المذيعين دول كان في مذيعه اسمها كيت عبده. انا مش عارف ازاي اسمها كيت عبده، ولكن لما بحثت عنها لقيت اسمها كده، واللي حاولت تسلم على حبيب لكنه وضع ايده على صدره ورفض يسلم عليها. هنا سبيد استغرب، وده يعرفك ان مش الكل بيقرا ولا الكل بيبحث ولا حتى الكل شاهد كلام المقاتله اللي طلعت وشرحت ليه حبيب بيرفض يسلم على النساء بما فيهم هي. ولكن حبيب برضه ما ردش وخلاهم هم يردوا على نفسهم. ده في الشامبيونز ليج، يعني كده هيوصل للعالم كله، لانه مش كله بيشاهد منظمه UFC ولا حتى رياضات MMA. لكني عايز اقول لك ان صمت حبيب خلاهم هم يردوا على نفسهم فعلا، لانه في عقليات محترمه بالغرب وضحت الصوره فعلا. يا اخي حبيب ما شاء الله عليه وثق عند الغرب قيم واخلاق المسلم اللي كانوا بيفهموها البعض غلط، لدرجه انهم بقى يدخلوا على فيديوهاته اللي بيرفض فيها يسلم على الحريم ويقولوا عنه هذا بطلنا، هذا المسلم يحترم حريمنا. تخيل ردود افعال النجوم بقى كانت عامله ازاي على الموقف دون. ذا روك مثلا قال لك انه بدل ما تفضلوا تفكروا فقط انه وقح بسبب الشيء دون، ما تتعلموا احسن هو ليه عمل كده. ذا روك بيقول لهم بالاحترام والادب ابحثوا وتعلموا واقرأوا اكتر بدل الحكم بالسلب طول الوقت على المسلمين. اعرفوا ليه بيرفض يصافح الحريم. توم هانكس مثلا قال لك انا بحترم منطقه، يعني الراجل بحث وتفقد ليه حبيب ما بيسلمش على الحريم، وعرف انه عنده منطق، وايا كان منطقه صح او غلط الا ان هو دون منطق الراجل وحقه عليا احترمه. وده كان مفهوم رد توم هانكس. وغيره كتير من اللي طلع يتكلم بما فيهم كونر ماكراجر حاول برضه يتريق على المسلمين وعلى فعلة حبيب، بيحاول يشكله باي شكل من الاشكال عشان يرجع ينافسه تاني، وده يخلينا نوصل لمشاكله مع حبيب. عشان احكي لك قصه كونر وحبيب لازم تعرف ان حبيب كان بيحب كونر جدا وكان مشجع كبير ليه كمان. يا اخي ده متصور معاه حتى، ووصلت انه كان بيحضر ماتشاته وبيصوره وهو في المدرجات. لا ده وصلت انه حتى طلب منه التيشيرت بتاعه وكونر ما رفضش. فايه اللي يخلي الاثنين يكرهوا بعض كده؟ او خلينا نقول ليه كونر هو اللي بيكره حبيب كده. هقول لك ببساطه، لما دخل حبيب للرياضه بدا نجمه يعلى قوي. هنا كونر بدا يخاف منه، ولكن برضه ما حصلش بينهم اي شيء، لحد ما حبيب في احد لقاءاته اتسال سؤال مهم قوي: لو واجهت كونر مين فيكم هيكسب برايك؟ حبيب رد وقال لك انا بحب كونر وكل حاجه، ولكن لو وصل للوزن اللي انا بلعب فيه انا هسحقه. الراجل منطقي واثق من قدراته، يعني ما قالش شيء من باب الغرور، بل ثقه في ربه وايمانه بنفسه. حضرتك هنا هتقول لي ده حبيب هو اللي بدا المشاكل مع كونر، طبعا بهدف ان هو يتشاف. ده واحد داخل يقول لك في اللقاء بتاعه هسحقه، يعني الراجل داخل يعمل مشاكل مع كونر قصد. هقول لك اهدى بس على نفسك لما تعرف القصه. حبيب ما حاولش يعمل مشاكل مع كونر ولا حاجه، حبيب كان بيشاكل المنظمه نفسها، الاتحاد نفسه. فلو انت ما تعرفش، فحبيب كان بيواجه ظلم كبير جدا بالاتحاد، مش هو بس بل حتى اي مسلم داغستاني بيلعب في المنظمه. وبالوقت دون كان بيتقال عنهم ان لعب الداغستانيين ممل جدا وما بيفهموش بالرياضه اصلا وهيبوظوها. لا والادهى ان كلهم شكل واحد، يعني بيتريقوا على المسلمين الداغستانيين، بيقول لك انهم نفس اللحيه نفس الملامح، وهو ده انتاج جواز الاقارب. كثره نفس، حرفيا تم العنصريه عليهم هناك بشكل مقزز. وهنا حبيب صعب عليه نفسه، انا مقاتل قوي بكسب مش بخسر، بسحق اعدائي، فانا ما استاهلش ان UFC تتجاهلني كده. انا افضل من كونر الجولدن بوي بتاعهم اللي عمالين ينجموا فيه، فليه يسحبوا مني كل الفرص؟ ليه حتى الان مهدور حقي؟ عزيزي المشاهد الإجابة واضحة، كونر بالوقت ده كان نجم الحلبة الأول، فلوس كتير، شهرة فظيعة، محبة الناس ليه تفوق الخيال، مع إنه نرجسي، مع إنه كلامنج مهين. يا أخي شخص مغرور وقح، ومع ذلك كانوا بيحبوه. سبحان الله، الطيور على شاكلتها طايرة في أسراب، سودا بيضة بقى كل سرب مع نفسه، ودي ما قلت بالمناسبة. وكونر السرب بتاعه كان شبهه، متعجرفين مغرورين. فإزاي الاتحاد يخسر واحد زي كونر حتى ولو شخص كريه؟ ما هو محبوب وليه جمهور كبير جدا وبيجيب فلوس أكتر، فلا إحنا ننجمه
نظلمه اكتر، واللي زي حبيب نبعده، لان حبيب مش نجم اللقطه، مش قرد بيطلع يعمل لك شو زي كونر. حبيب راجل مسلم وجاي عشان يغير الرياضه. I told you guys we're gonna make him humble. I told you guys I'm gonna change this game. حبيب لما شاف انه مظلوم ومهدور حقه بدأ يشكل في كونر، هو اللي قدامه وهو اللي واخد الصيت كله، والاتنين صراحة ما توصوش ببعض. بقى كونر يقول له هكسر وشك، وهو يقول له هنهي مسيرتك. يمكن لو ما كانش حبيب شاكل كونر ما كانش نجمه بقى في السما دلوقتي، وده لان الاعلام هو اللي بيكبر المواضيع، هو اللي بيوصل كل شيء للجمهور في ثانية، فبالتالي الجمهور بيرغم الاتحاد على تنظيم فايت للاتنين، لان احنا متحمسين. انا كجمهور بقول لك نظم الحدث فورا. جمهور كونر عاوز كونر يكسر وش حبيب، جمهور حبيب عاوزه يكسر نفس كونر. عزيزي المشاهد، كميه المشاجرات اللي حصلت بينهم تخلي الاتحاد يستغلهم فعلا. انت ما تعرفش كم الفلوس اللي هتطلع من وراهم اصلا. كونر نفسه واخد له اكتر من 100 مليون دولار مع انه خسران، لكنه اخدهم، ولكن ما تمش الاعلان عن الفايت بسهوله كده. بالعكس فضلت مشاجراتهم خفيفه في الاول ومحدش اهتم، حتى اليو اف سي ما اهتمتش. حبيب كان مستغرب، انتم ليه مقللين مني قوي كده؟ انا انجازاتي وقوتي اكبر بكتير من كونر. فهنا عزيزي المشاهد حبيب بياخد فرصه بالاتحاد فعلا، وحرفيا كان بيسحق خصومه في كل قتال، ما كانش بيخسر خالص، لدرجه ان العين بدات تتوجه ليه. هنا كونر بقى مرعوب جدا، بقى الريفي هياخد مني السيت، مش هينفع خالص، لحد ما طلع المقاتل ارتم ليبوف وقال عن حبيب كلام غلط في غلط، عشان هنا حبيب يروح له ويمسكه من قفاه ويقول له انت اتكلمت عني كلام سيء، فليه عملت كده؟ رد ارتم وقال له لا انا ما عملتش كده خالص، عشان حبيب يقول لك انه حس ارتم كان هيعيط من الرعب، عشان حبيب يطبطب على قفاه ويقول له ما تتكلمش عني تاني، انت فاهم؟ لكن ما ضربهوش بالقفا ولا حاجه. طب مين يا عم ارتم اصلا؟ ده يبقى احد مقاتلي الفريق بتاع كونر ماكراجر، يعني صديقه، او حتى لو مش صديقه فكونر لقى صفقه عشان يعمل مشاكل مع حبيب، وقد كان، لان كونر خد طيارته الخاصه وتوجه لحبيب والتيم بتاعه وهم خارجين بالاتوبيس من الاتحاد وتهجم عليه. كانت خناقه شعبيه من اللي بنشوفها في الاحياء المصريه، لا ده حتى كسر ازاز الاتوبيس وكان عمال يقول لحبيب انزل لي دلوقتي خلينا نتقاتل، ولكن حبيب ما نزلش. هنا حضرتك هتقول لي هل كان خايف؟ هقول لك لا طبعا، بل الامن رفضوا يحطوه في مشاجره معاه، ومش خوفا على حبيب على فكره، بالعكس، بل الاتحاد شاف ان لازم ينظم لهم فايت كبير جدا عشان يكسبوا من وراهم اكتر. عايز اقول لك ان كونر ساعتها تسبب في اصابات لبعض المقاتلين بالاتوبيس، وبعدها اخد بعضه ومشي، عشان بعدها حبيب يطلع بره ويبعت له فيديو يقول له فيه يا معلم بدل ما تيجي وتتعب نفسك باللي انت عملته ده كله، ابعت لي اللوكيشن وانا هاجي لك على طول ونتقاتل. بعدها عايز اقول لك ان كونر اتقبض عليه لان ده تعدي بالضرب، ده غير انه اصاب مقاتلين في فريق حبيب، عشان بعدها نظمت اليو اف سي بالفعل قتال ما بينهم هما الاثنين، واللي كان في 6 اكتوبر 2018، ولكن قبلها كان بيحصل ما بينهم زي مناظرات، ودي هي المناظرات اللي بتخلي كونر يفوز على اخصامه بنسبه 50%. هتقول لي ليه؟ هقول لك من كتر الاهانات والاستفزازات بتاعته، لانه كلامنجي، لكن حبيب ولا اتهز. I am going to truly love putting a bad beating on this little glass jaw rat. حضرتك هتقول لي ده اهان ابوه، هقول لك ولا اتهز. هتقول لي اهان دينه وامه، هقول لك ولا اتهز. كان هادي جدا، عايز اقول لك لدرجه ان كونر فضل يرخم عليه، لدرجه انها وصلت انه قال له خد اشرب خمره، لكن حبيب كان بيرد عليه ويقول له عمري ما اشربها. Happy birthday. I don't drink. Why don't you drink? I don't drink. Why don't you drink? I never drink. فما كان من كونر غير انه وصفه بالرجعي المتخلف. سؤالي دلوقتي انا كيوتيوبر بعيدا عن المحتوى، رجعي ومتخلف عشان ما بيشربش يا كونر؟ والله ما فيش رجعي ومتخلف غيرك. الشرب اكتر شيء مضر بالانسانيه والبشريه بشكل عام، وهو جاي يقول لك رجعي ومتخلف؟ يا اخي ده ما فيش دين في الدنيا بينصح حد انه يشرب كحوليات. طب هقول لكم حاجه ممكن تزعلكم شويه، حبيب راح في مناظره بالفعل عشان يناظر كونر بشكل ودي، وكان جاي جمهور كبير جدا بالمناظره دي، وكلهم كانوا بيشجعوا كونر. تفتكر بقى كونر عمل ايه؟ ما جاش اصلا وساب حبيب لوحده كنوع من عدم الاحترام ليه، عشان يقوم هنا احد الاعلاميين من وسط الجمهور ويقول لحبيب ايه شعورك وانت قاعد وسط كل الجمهور واللي هو بيشجع اصلا غريمك كونر؟ قال له ايه شعورك وانت لوحدك؟ فما كان من حبيب غير انه قال له انا بحترم الجمهور اللي انت بتتكلم عنه حتى وهم بيشجعوا غريمي انا بحترمهم، يكفي انهم قطعوا تذاكر عشان يجوا المناظره دي، ثم تشجيعهم لكونر بيزودوا من تحفيزي على الفوز. فما كان من الجمهور غير انه برضه فضل يسخف على حبيب. It's okay. They have to support this guy. Thank you guys. Hey guys, 15 minutes I'm here. This guy didn't come. This is big disrespect. And see you tomorrow guys. Have a good night.
عشان حبيب هنا يقول لهم انا قاعد يا جماعه هنا بقالي ربع ساعه وكونر ما جاش، وده عدم احترام ليا، انا ماشي. وبرده الجمهور كان فظ وغير محترم. يا اخي ده كونر ما احترمكمش انتم اول ناس، ولكن زي ما قلت لك هم على شاكلتهم اسراب، وكل سرب ليه التير بتاعه. كونر اللي بيقول عن حبيب راجع ومتخلف ما جاش اصلا وما احترمش جمهوره ولا احترم خصمه. ده وصلت انه بقى يهين حبيب بمنصات التواصل الاجتماعي، حرفيا اهان ابوه وقال عنه جبان. حتى يوم الوزن واللي كان بعد المناظره اللي ما جاش فيها اصلا، هناك فضل يهين في حبيب برضه وحاول يضربه عشان يستفزه ويخرجه عن شعوره. لكن حبيب قال له رد عليك هيكون في الحلبه بكره، عشان جو روجان نفسه يقول لك من اعظم اللحظات عندي بالرياضه كلها لما شفت حبيب وهو بيقول لجمهور كونر بكره هصحك ولدكم المحبوب. I'm gonna smash your boy. Alhamdulillah. I know you got this. They don't like this. Alhamdulillah. حبيب كان عارف هدفه، انا هخش اصحكه بالحلبة، بل هكسر نفسه وهخليه يتواضع بعد كده، بل هصحك مع الاتحاد كله بكل جمهورهم اللي اهانوني وتعدوا عليا. هنا بنوصل لليوم وبدأ القتال اللي الكل كان منتظره. الكل بيشجع كونر وحبيب ملهوش غير فريقه، وللأسف والده ما كانش موجود معاه زي كل مرة عشان يبدأ النزال، وكونر كعادته بيحاول يستفز حبيب. لكن حبيب مركز وعارف هدفه. حبيب مقاتل عنده قوة استحمال عالية، يقدر يكمل معاك 5 راوندات كاملين بكامل قوته. لكن كونر لو كمل معاك راوندين فقط فنقول لاعب، لأنه شخص سيء بيشرب كتير طبعا بتاع نسوان، فمش الشخص اللي يستحمل معاك راوندين على بعض. لكن للحق يتقال لو طلق بقبضته الشمال انت هتنام حرفيا. وبالفعل كان طول المباراه بيحاول انه يشتت حبيب عشان يطوله بايده الشمال، لكن حبيب كان مركز له جدا وكان بيحاول يلعبه ارضي لحد ما انقض عليه وبدا يشل حركته تماما. كان بيحجز رجله بين رجله كعادته عشان بس يشل حركته ويخلي رجله تنمل من قوه المسكه، ويا اما يستسلم يا هيتهان. حرفيا كونر ما كانش بيتكلم مع انه معروف كلامانجي، الا ان حبيب انهال عليه بالضرب وقال له اتكلم دلوقتي، ها ما بتتكلمش ليه؟ وده ساكت لانه عرف ان اللي قدامه خصم قوي جدا. زلاتانوفيتش قال لك حبيب من النوع اللي هيخليك تخسر وتستسلم بشكل مهين، وقد كان. كونر كان لازما يسمع لتحليل زلاتانوفيتش. حبيب نفذ وعده لليو اف سي والجمهور كونر نفسه حرفيا سحقه وخلاه يستسلم باكتر شكل مهين في تاريخ اليو اف سي كلها، بل في تاريخ الام ام اي بشكل عام. عاوز اقول لك ان حبيب ما جابش نقطه دم واحده، وكونر حرفيا كان متدمر، بل حتى مش قادر يقف على رجله. وهنا حبيب بعد ما خلص وكسب كان لسه مشحون شويه وبكامل قوته، لكن الحكام وهيئه اليو اف سي صدوه عن كونر، فما كان من كونر غير انه عيط زي الحريم بعد خسارته المزريه دي. ولكن اللي حصل بعد كده كان صادم. بعد ما انتصر حبيب اتضح ان حبيب لسه متغاظ جدا، وفجأة قرر يطلع فوق الحلبة وينط على فريق كونر بالكامل، بل حتى ضربهم كلهم لوحده، خصوصا التافه المهرج ديلون دانيس، واللي لو ما خدتش بالك هو اصلا اللي كان بيستفز حبيب وبيقول له تعالى بقى ورينا نفسك. شخص مستفز، بل مصنف على انه الجرو الخاص بكونر ماكراجر. وحرفيا حبيب كان موجوع في الوقت ده جدا. دينو اتهان، والده اتهان، وزوجته اتهانت، حتى والدته، فما كان عليه غير انه خد الخطوه دي. هي غلطه وغير اخلاقيه ومش من شيم حبيب كمان، وهتفضل لبانه في بق الغرب خصوصا الاعلاميين. لكن مش دي المشكله، المشكله ان حبيب جابوا قلبه ازاي ينط وسط كل دول وبدون خوف. حضرتك ولا تيم كونر بيحب حبيب ولا حتى الجمهور، انت حرفيا دخلت بطولك وسط جيش. لكن الراجل ما خافش، الراجل نط زي النسر عليهم، ومن هنا لقب بالنسر. وزي ما قلت لك عزيزي المشاهد، الاعلام مسكها زي اللبانه، وسالوه فعلا بعدها عملت كده ليه؟ فرد عليهم وقال لهم انا عارف ان دي غلطه ومش من شيمي كحبيب اصلا، وانا اسف على الغلطه دي، لكن انا كانسان بحس وبشعر. انا مش فاهم اصلا ازاي الناس مسكت في القفزه بتاعتي وسابوا كونر اللي غلط في ديني وغلط في عيلتي وغلط في والدي، حتى هو اللي بدا وتهجم عليا في الباص انا والفريق بتاعي لدرجه ان في واحد كان هيموت بسببه. ليه الناس سابت كل ده ومسكت في القفزه بتاعتي ليه؟ وهنا قال لك انا اسف الوحيد دلوقتي لان والدي ما علمنيش فعلا كده، بل علمني ان دي رياضه اخلاق. وهنا حبيب عرف الناس هدفه الحقيقي باليو اف سي بل بالام ام اي كلها. قال لك الاعلاميين بيشوهوا الام ام اي، لكن انا جاي عشان اغير الجيم دي مش رياضه كلاميه، مش رياضه اهانه الرياضيين لبعضهم البعض، دي رياضه محترمه.
محترمه. It's not people, I think it's media. Media a little bit change MMA. This is respect sport, you know. I told you before guys, I wanna change this game. تعرف اكتر شيء كان مخوف حبيب في اللحظه دي كان ايه؟ انه كان لسه ما رجعش بيتهم بعد الفوز. حبيب كان خايف يروح بيتهم من ابوه لانه عارف ان ابوه مش هيعدله اللي عمله. وعايز اقول لك انه لم تنتهي اسطوره حبيب باليو اف سي لانه كمل بعدها ولعب اخر فايت. طب نستنتج من كل دون ايه؟ ان تربيتك في النهايه هي اللي بتحدد مكانتك. قيمك واخلاقك وايمانك بربنا وخوفك منه مش هيخلي حد يكسرك. حبيب الكل حرفيا كان عليه بالامس والنهارده بقوا احباب ليه. حتى اللي كانوا بيحبوا كونر بقوا بيحبوا حبيب. يا اخي حتى الفنانين طلعوا يدافعوا عنه. الكل قرأ، الكل تفتح، والكل عرف ان المسلم ما يستاهلش يتكره لمجرد انه مسلم. وده يجيبنا لاخر ماتش لحبيب كان ضد المقاتل المحترم جاستن جيتشي واللي حبيب قدر ينتصر عليه. ولكن يعتبر ده اكتر فايت حبيب كان مكسور فيه لانه الفايت الوحيد اللي لعبه في حياته بدون ابوه. هو ابوه ما كانش معاه في الفايت بتاع كونر بس كان عايش. لكن الفايت الاخير دون ابوه كان مات. وهنا حبيب وعد والدته انه ده هيكون اخر فايت لانها كانت رافضه انه يروح. فضلت تقول له ما فيش فايتات تاني، ابوك مات. ولكن حبيب وعدها، قال لها يا امي ده اخر نزال ليا ما تحرمنيش منه. وفعلا وافقت وهو صان الوعد. لان بعد ما انتصر حبيب على جاستن جيتشي كانت من اكتر اللحظات عاطفيا بتاريخ الرياضه. حبيب زي ما تحس كان عايز يقدم الفايت دون لابوه. حبيب هنا سجد على الارض بعد ما كسب وفضل يبكي. الراجل محروق من جواه مكسور. ابويا مات، ابويا اللي كان بيقف لي بره يسقف لي بعد كل مباراه مات خلاص. ولكن المحترم جاستن جيتشي جرى عليه وحضنه وفضل يواسيه. وعاوز اصدمك واقول لك ان بجانب كل اللي عزوا حبيب في والده كان كونر ماكراجر من ضمنهم. كونر عزاه وقال له ان الرياضه خسرت اب ومدرب وداعم مخلص ليها وعز حبيب. وده يعرفك ان كونر واخد الموضوع بيزنس، هو ده كاريره، هي دي طريقته، اهانه اي حد لحد ما ينتصر لان هو ده الشو بتاعه. وده مش دفاع عنه، انا مش بحبه اصلا، بس بعرفك شخصيته قايمه على ايه وبعرفك ان هي دي الشخصيه اللي بتحبها اليو اف سي. فعشان كده كان هو الفتى المدلل ليها. وطبعا بعدها كمل نزالات عادي ولكنه كان بيخسر، ولكنه كان دايما بيحاول يطلب قتال اخر ضد حبيب. لكن خلاص انسى، حبيب ما بقاش شغله كل الكلام دون. انا عرفتك مقامك وانهيت مسيرتي خلاص. وزي ما عرفتك البهلوان بتاع كونر هو كمان كان بيطلع يقول لك حبيب ترك اليو اف سي خوفا من كونر، ولكن الكلاب تعوي والقافله تسير. انسان براس مربع. وهنا بتنتهي مسيره حبيب بانتصار 29 قتال بدون اي خساره، بدون اي جهد، بدون اي قطره دم. اما حاليا حبيب اصبح اب وزوج ومدرب مخلص للجيل الحالي والجديد داخل اليو اف سي طبعا، بل حتى ان هو بيدعمهم ماديا زي ما دعم القريه بتاعته، بل دعم حتى داغستان كلها. مدرب انا وانت نتمنى نكون تحت اشرافه وتدريبه. هذا الشبل من ذاك الاسد. اتمنى ما كنتش دوست على وجعك بفقدانك لوالدك لو متوفي، فانا زيك، ولكن فيديو زي دون يخليك تفتكر والدك وتزوره ده لو متوفي، ولو والدك عايش فربنا يديله الصحه. وفيديو زي دون يخليك تعرف مقدار وقيمه ابوك، فقوم احضنه وبوسه وقول له ربنا يحفظك. الفيديو زي دون يعرفك قوه ايمانك بالله وعدم خوفك من اي حد غيره، يخليك عمرك ما تتكسر، بل يعرفك ان لسه في اشباه لصحابه الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. كده نبقى خلصنا رحله حبيب بالكامل من اليو اف سي لحد ما اعتزل. نيجي دلوقتي لاهم شق في حبيب. هل حبيب بيهمه اراء الغرب او بيخاف منهم ولا لا؟ اكيد انت عارف ان هو ما بيخافش منهم، بس انا جايب لك دلوقتي حاجات عملها حبيب بتاكد لك ان الراجل دون حرفيا بيدخل عقر الشيطان وما بيخافش. وده لانه كان في احد لقاءاته مع المؤثر اللي اسمه باتريك بيت ديفيد، واللي ساله سؤال غريب قوي. قال له في امريكا يا حبيب عندنا مئات من الاجناس، فسؤالي ليك دلوقتي انتم بقى عندكم كام نوع من الاجناس؟ حبيب زي ما تقول كان مصدوم. ارد اقول له ايه دون؟ بس انت بتقول ايه؟ رده كان جميل قوي. قال له انا مش بشوف فقط غير الرجال والنساء، مفيش تالت، مفيش ما بينهم حضرتك. بل قال له ان الموضوع مجنون بجد، لدرجه انه حكى له موقف ظريف جدا. قال له ان انا كنت قاعد في كاليفورنيا في فتره وكنت قاعد باحد الكافيهات عادي، وفجاه حبيت اخش الحمام فلقيت قدامي حمامين عادي. حضرتك هتقول لي واحد نسائي وواحد رجالي، هقول لك مفيش الكلام دون. حبيب شاف قدامه مكتوب على الاثنين اول جندر، اللي هو انا اروح فين بالظبط؟ هو منين بيودي على فين؟ حرفيا سداح مداح. طبعا اراء الناس وردة فعلهم على الفيديو دون كانت حلوه قوي، مع ان اغلبهم من الغرب. في اللي قال لك يسلم الام والاب اللي ربوا مثل هذا الشاب، واللي قال لك الراجل ده كنز حقيقي، وكل الاراء كانت ايجابيه زي كده. دي من المواقف الاخرى مع احترامي للسيدات طبعا. كان حبيب في احد اللقاءات واعتقد كانت في الوطن العربي، وفي واحده سالته سؤال حلو قوي، وهو الناس اللي نفسهم ينضموا لرياضه القتالات المختلطه ايه نصايحك ليهم، خصوصا النساء؟ الكل سقف لها لان سؤال حلو، لكن رد حبيب خد تسقيف العالم كله. حبيب قال لها انا عندي نصايح حلوه جدا للنساء، وهي انهم يكونوا مقاتلين داخل بيوتهم.
اراء الناس كانت جميله طبعا، خاصه من النساء. طبعا اللي شافوا كلامه صح 100%، وان الانثى قتالها الحقيقي بيكون داخل بيتها، سواء طبعا تربيه الاولاد وغيره. طبعا انا مش حابب اقول رايي في الموضوع ده، وانا عشان ما حدش يقف لي على الواحده زي كل مره، لكن هسيب لك انت الراي. وعموما انا كانسان ما بحبش ابدا اشوف ولا اختي ولا بنتي بتلعب رياضه القتالات المختلطه، ما بحبش اصلا اشوفهم بيسلموا على اي حد يدا بيد. هي دي النخوه، هي دي كرامه الراجل. تختلف تتفق انت حر، ده اللي انا اتربيت عليه وهعلمه لاولادي. ودي كانت حلقه حبيب وقصته بالكامل، واللي اتمنى تلهم شباب كتير جدا فيكم باشياء ايجابيه، زي علاقتك بربنا تقويها، زي ما تخليش حد يغضبك وتكون عندك ثبات انفعالي، ولو حصل وفي حد نجح في اغضابك اتوضى، لان الغضب بيكون شيطان وبيحترق بالوضوء. حضرتك هتقول لي جبت الكلام ده منين؟ اكيد من كيسك. اقول لك لا عزيزي المشاهد، بل من احاديث النبي عليه افضل الصلاه والسلام. سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام قال لك ان الغضب من الشيطان، وان الشيطان خلق من نار، وانما تبرد النار بالماء، فاذا غضب احدكم فليتوضا. ودي نهايه حلقتنا. سيب لي المواضيع اللي تحب ان انا اتكلم فيها في الفتره الجايه، وان شاء الله هقرا عن مواضيعكم كلها واعمل لكم حلقات مفصله عنهم. وبس كده، اسيبكم في امان الله.